هذا الصبي محمد جراح لا يظهر وجهه، فعبر عن نفسه بصورة رمزية وهي صورة كلب. هذا الثعلب الكذاب فشل في قصة عاطفية، كذا قصة عاطفية، ولأن الكلب كثير النباح فلذلك هم أرسلوه لينبح وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يتمنطق. القتل وإن تاب. سنضع صورك، سنضع صور عائلتك. أنا لا أدعو إلى قتله عشان ما حدش يفهم كلامي خطأ. الاختلاف بين المسلمين واليهود ليس فرق عقيدة فقط، بل فرق في كل شيء. يعني العقلية التي عند المسلمين مثلا أن خالد بن الوليد يدخل على أكبر إمبراطوريتين في العالم ويطويهم برجالهم بفيلتهم بخيلهم، أو 100 مسلم يواجهون 1000 من العدو، انسى هذا الكلام. هو يلبس حفاضة ويركب طائرة ويقصف طفل ويقول لك لقد قضت قوتنا على إرهابيين مخربين، ولقد اعتقلت قوتنا العشرات من العناصر الإرهابية، رأيتموهم مع الأسلحة يخرجون يستسلمون لقوتنا، العشرات منهم أيضا أولئك الذين شاركوا فعلا في مجزرة 7 أكتوبر. ونحن سنواصل كشف تلك الأكاذيب وكشف الوجه الحقيقي لحماس. وقد وجدنا داخل المستشفى وسائل قتالية تم تخبئتها في قسم الأطفال الرضع، هذا من جانب، ومن جانب آخر سنواصل الضرب والتفكيك بنية حماس الإرهابية. خليك من قوتنا، وريني انت لابس حفاضة ولا أسلحة فتاكة مسكوها. شوف الأسلحة الفتاكة اللي مسكوها، مالكم ومال الأطفال؟ تقتلونهم وحتى حفاضاتهم ولبستوها وسرقتم لهم ألعابهم، وهؤلاء هم الإرهابيون المخربون. الإرهابي هذا أنا شايفه إرهابي بسماعة، وقوتنا اعتقلت السماعة وخلعت ملابسه وخلتها حامل سلاح حتى نصدق. يعني قوتنا تبحث عن حماس لكي تقضي عليه، وقوتنا موجودة في قطر، وعندنا سفارات في قطر وقواعد عسكرية حيث يوجد رؤوس حماس الذين نبحث عنهم، لكن طريق القضاء على حماس يمر ببنايات غزة. صدقت الجزيرة وهي كذوبة حين نشرت مقال عن أنه إذا لم يكن لك عدو فاصنع عدوا. في الوقت الحالي ما يمكن أن تستفيد منه هو صراع السلطة والأحزاب فيما يسمى بإسرائيل. نتنياهو يميني متطرف وعنده خصوم كثيرون، وممكن أن تستفيد من هذا الصراع. ممكن أن تستفيد بأن الأنفاق بنتها إسرائيل. إسرائيل هي التي بنت الأنفاق تحت مستشفى الشفاء وليست حماس. بهذه الكلمات أجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك على ادعاءات إسرائيل بوجود مقر لحركة حماس تحت مستشفى الشفاء، مضيفا أن المخابئ الموجودة أسفل المستشفى تم بناؤها من قبل رجال أعمال إسرائيليين عندما كانت إسرائيل تدير المكان منذ عقود. تصريحات أثارت عاصفة من الغضب في إسرائيل، وصفها البعض وكأنها هدف ذاتي في الشباك الإسرائيلية. فوزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش هاجم التصريحات معتبرا أن حجم الضرر الذي سببه باراك كبير ولا يصدق. مواقع التواصل الاجتماعي عجت هي الأخرى بانتقادات لاذعة. الإسرائيليون استقبحوا ما وصفوها جرأة باراك، مطالبين بانتزاع جنسيته الإسرائيلية وإرساله لإيران. نتنياهو يقول له اسكت فضحتنا، ونحن قلنا بأن حماس إرهابية وهي التي بنت الأنفاق، ونحن نبحث عن حماس. خلاص اسكت وإلا نقوم بإرسالك لإيران. من آخر ما نشرت الجزيرة خبر يقول بأن إسرائيل اكتشفت أنفاق، والقسام قالوا لإسرائيل هي وصلتي متأخرة. وطبعا الجزيرة سباقة، دائما الجزيرة تدخل لمغارة بن لادن والظواهري وتجيب مقاطع أبو عبيدة وتدخل أنفاق غزة، لكن أمريكا ومخابراتها وإسرائيل وموسادها لا يعلم، ودائما يصلون متأخرين. جزيرة سباقة بسنوات. يبدأ هذا النفق في منطقة قريبة من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، ويمتد بمسافة 1.5 كيلومتر تقريبا باتجاه الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يصحبنا هذا الشاب أحد كوادر الوحدة في هذا النفق السري في إحدى مناطق قطاع غزة. هي المرة الأولى التي تفرج فيها كتائب القسام عن صور لهذا النوع من الأنفاق. أسير الآن في أحد أنفاق القسام حيث تتواجد وحدة مضاد الدروع. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه كشف ما وصفها بشبكة أنفاق عملاقة كان يديرها محمد. وين الأنفاق؟ وين هو أنفاق؟ والله نفق. صورني وأنا متفاجئ. أنفاق سرية لكن تعلمها الجزيرة. في هذا النفق السري
ونحن نعرفها والعالم كله يعرفها. هي نفس الأنفاق التي تكشف عنها حماس لأول مرة. هي المرة الأولى التي تفرج فيها كتائب القسام. والجزيرة جالسة مع الحمساويين وكتائب القسام. وإسرائيل وين حماس؟ وين القسام؟ أشكر الجزيرة وقطر لأنهم لا يفشون الأسرار رغم أنهم يعرفون أين القسام ويخبئون زعماء حماس عندهم. ورغم أن قطر مطبعة مع إسرائيل لكنهم لا يفشون الأسرار التي كلنا نعرفها ما عدا إسرائيل وأمريكا. مثل الماسونية، هي أكبر منظمة سرية في العالم والعالم كله يعلم بأنها أكبر منظمة سرية في العالم على الأقل قل منذ التسعينات. ونحن نعلم مشروع تقسيم الدول وإقامة دولة إسرائيل الكبرى وإضعاف الدول المجاورة لإسرائيل. فلماذا أنا أقوم بهدنة مع ذاكرتي وأقوم بتنويم نفسي وأبقى متفاجئ مثل تفاجؤ الذين اكتشفوا الأنفاق؟ بصراحة أقوم بكل هذا أعمل فيها غبي، لأن يا أخي نحن متعطشون لأي انتصار، وعندي مشايخ أحبهم ولا أستطيع أن أستغني عنهم. لا عادي أخي، استغنى عنهم. لا شيوخي ما أخليهم، والحمساوية ما أبيعهم. صدقني أخي، هم عندهم مشروع لا علاقة له بفلسطين. والله لو تجيب لي الحمساوي نفسه يقول مشروعنا ليس فلسطين، أنا مع حماس. وتريني بأن الشيوخ يكذبون علينا ويقتلوننا وأراها واقع بعيني، سأقول لك حفظهم الله. إلا شيوخي وحماستي يا أخي، ولقد انتصرنا وغصب عنك يا مدخل. فلسطين بالنسبة لنا فزي اللي جايب يعني سواق لمنطقة الإسلام، لأنه مشروع أكبر فلسطين مش مبين على الخريطة. انتصرنا يا صديقي، والخونة والمتصهينين العرب ابتلعوا ألسنتهم أو تماهوا مع المقاومة. لله درك أيها الملثم، لله درك أيها الضيف، لله دركم يا أبطال غزة. اليوم الأمة بحاجة، كم مات في التزلج وفي التفحيط وفي الدرباوية، كان قدرنا الموت فلنمت. لا خير فينا إن لم نعبئ شباب الأمة بهذا. أن يحيي الجهاد والتضحية والمقاومة في العراق. وانت خايف على 5-6 يموتون، فليموت. إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ لا أقول تستصرخكم، بل نحن الذين نحتاج هذه الدماء لكي توقظ فينا روح الثورة. If one of your sons or daughters came to you and said, I want to be a martyr, I want to put on an explosive belt and go attack Israelis, to kill Israelis, what would you tell them? لا احنا لا We are not people who love blood at all, and we are against this labyrinth of violence to continue. أنا لم أرسل. I have never sent anybody so that I would send my son. I have never sent anybody or never approve of that. نحن نحتاج لهذه الدماء أولادي. لا، نحن لسنا من عشاق الدماء. أنا مش حمساوي أصلا. أطفال الناس عادي يموتوا فليموتوا. إيه صح، هم شهداء. وأنت تموت يا شيخ ولا عندك أولاد خايف عليهم؟ محمود الحسنات البطل. محمود الحسنات خرج من غزة المحاصرة وذهب لتركيا، لكنه لا يستطيع الذهاب للجهاد في غزة لأن غزة محاصرة. والجزيرة تعلم ما لا تعلمه إسرائيل ولا أمريكا، ونحن نعلم أين الأنفاق، وجوجل ماب يعلم أين الأنفاق، ونعلم أين هنية ومشعل. لكن خلينا نتفرج. الحقيقة أن الجزيرة تلهيك بخطابات واحد ملثم، لأنها تعلم بأنك ما زلت عايش في زمن زورو وباتمان والبطل الخفي. يفهمون عقليتكم. بينما اليهودي يبيت في غزة ويطمع في الأردن ومصر وأنت منبهر، مثل الذي يرى فيلم ويعلم بأنه تمثيل لكن مندمج مع الفيلم ومتفاعل. وملاحظة على شيء يكررونه كثيرا في التعليقات: بالله عليك لا تقارن لي هذه التمثيلية بثورة الجزائر. بين الجبال والتلال اتخذها جيش التحرير الوطني قواعد خلفية للعمل المسلح، وذلك من أجل استدراج القوات الفرنسية التي لا طالما كانت تحتمي بطائراتها العسكرية. لا تقارن حزب إيراني بالمجاهدين في الجزائر، وخلي مجاهدي الجزائر بعيدا عن هذا. حقيقة ربما يكون الكثير من عوام الفلسطينيين الذين مع حماس نيتهم أنهم يجاهدون فعلا، تجده لا يحمل مشروع ولا يريد سكنات ولا فنادق قطرية، ويريد تحرير بلده بالفعل. هؤلاء جزاهم الله خيرا على نواياهم، والله يبارك فيهم وينصرهم. ونحن لا نحمل وزر الكلام في هؤلاء، وأيضا لا نحمل وزر دماء المسلمين التي ذهبت هدرا ويتآمر عليها الأنذار. الحركة القائمة اليوم في الضفة هذه حركة ليست إسلامية، شئتم أو أبيتم، ونجب على جماعة مثل جماعة حماس هذه نعطيهم الأحكام الإسلامية. ما ينبغي هذا، بارك الله فيكم. نشوف أنه لا يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله عديد من المسلمين. ما رأيتم هذا؟ القتلى من المسلمين أكثر ولا من اليهود؟
ومن المسلمين، لكن لابد يعني من الشغلات هاي حتى يعني نوقع في قلوبهم الرعب. لابد هكذا. إلى متى يعني؟ لابد مش هكذا. أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. تصور هلا أنت إذا بقي الحال هكذا شو بتكون النتيجة؟ المسلمين عم يتفرجوا والفلسطينيين عم يندفعوا، شو بتكون النتيجة؟ يقتل يهودي ويقتل مقابله 10 ويسجن الألوف، شو بتكون النتيجة؟ يكون انتصار على اليهود؟ مو هذا هو الطريق. الحقيقة أن المسلمين الآن أخطأوا طريق الجهاد،